كلنا نؤمن بوجود الجن ونعرف انهم مخلوقات عايشة معانا وتشوفنا وما نشوفهم، وفيهم المسلم وفيهم الكافر مثلهم مثل البشر تماما، لكن عالمهم يظل غامض ومخيف وما احد يقدر يدخل فيه الا اذا اشرك بالله. وعشان كذا اي فضول اتجاه هذا العالم مو شيء بسيط، لانك ممكن تفتح باب انت ما نقده ويدخلك في مشاكل انت في غنى عنها، او الاسوأ من هذا انك تنهي حياتك بسبب هذا الفضول. وقصتنا اليوم عن واحد اسمه آدم هذا في يوم من الايام ظن انه فقط قاعد يقرأ كتاب قديم، لكن ما كان يدري انه الكتاب هذا بوابة لعالم الجن، كان بداية لمشكلة اكبر من انه يقدر يفهمها او انه يسيطر عليها. ومن هنا بروي عليكم القصة بصيغة آدم كأني انا اللي عشتها عشان يوصلكم الشعور. فلا تنسوا تصلوا على النبي وتضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين. بسم الله نبدأ. أنا آدم، شاب يمني، اتخرجت من مرحلة الثانوية في سنة 2019 وأسكن في وأنا ثالث أخواني وأصغرهم، وحالتنا المادية جيدة ولله الحمد. ومن يوم ما تخرجت وأنا مصر على أبوي إني أروح للعاصمة صنعاء وأدرس الجامعة هناك، وكان طموحي أدرس صيدلة لأن التخصص هذا كنت أشوفه جميل جدا ومناسب لي، ولكن أبويا كان رافض الفكرة هذه بتاتا. أنا لحيت على أبوي كثير ولكنه ما كان مقتنع بالفكرة هذه نهائيا. كان يقول لي يا ولدي ما عندنا أحد هناك في صنعاء، وإذا رحت هناك بتكون لحالك، لا أحد يزورك ولا أحد جنبك ولا أحد يقضي معاك وقت، وأنا ما أبيك تنقطع وتنعزل عن أهلك وناسك وتبعد عني أنا وأمك. لكني أصريت وواصلت الإلحاح عليه إلين وافق بالنهاية، ولكن مع شرط مهم جدا، واللي هو إني أسكن لحالي وما أسكن مع أحد أبدا، وإنه إذا تعرفت على شخص أو سألني شخص أقول إنه أنا ساكن مع أهلي. وأنا عارف أبوي إيش قصده بالفكرة هذه، هو خايف علي من أصدقاء السوء ويخاف إني أتعرف على أشخاص وأجيبهم عندي البيت ويكونوا مدمنين أو لهم في أمور النساء، وإني أسكن لحالي من وجهة نظره كانت نقطة أمان، لكن هذا الشرط كان له عاقبة سيئة جدا بعدين. المهم ولله الحمد سجلت في جامعة صنعاء الجديدة، وبعدها بدأت أنا وأبويا نبحث عن سكن، ووقعت عين أبويا على شقة في حي بيت بوس، وهو واحد من أرقى الأحياء هناك في صنعاء، والشقة إيجارها كان شوي غالي وكانت جدا كبيرة ومفروشة وفيها 4 غرف ومجلس وحمامين وصالة ومطبخ، وكانت كلها لي أنا وحدي. وقع أبوي على إيجار الشقة وخلص الموضوع على كذا، وبدأت فعلا ولله الحمد أدرس الصيدلة في الجامعة، وبدأت كمان أتعرف على الشباب اللي هناك والناس اللي هناك، ومن بينهم تعرفت على شاب اسمه عمر، وكنا نتشابه في نقطة تشبه اللي عندي أو يمكن حتى تزيد عني، واللي هي حب المغامرة وحب الاطلاع على العالم الغيبي والبحث في الأمور المجهولة وأمور الجن والعالم الآخر. وفي يوم من الأيام كنت جالس أنا وعمر قاعدين نذاكر، وقال لي والله يا آدم كنت قاعد أفتش في صندوق جدي الله يرحمه، وجدت كتاب غريب جدا عنوانه شدني من أول نظرة وما كان يبغى يقول لي اسمه، وقال لي بصراحة أول ما قريته حسيت برعب غير طبيعي، فقفلته ورجعته مكانه. هنا أنا تحمست وزاد فضولي وسألته إيش حسيت لما قرأت الكتاب؟ قال لي والله رعب ما أقدر أوصف لك كيف، لكن ما تعمقت فيه كثير. فقلت له مباشرة بدون تردد أنا أبغى هذا الكتاب أبغى أقرأه، وحاول يعتذر مني ويقول لي ما أقدر صعب إني أعطيك إياه يا آدم، لكني أصريت عليه وعرضت عليه 50,000 ريال يمني وهي تعادل 270 دولار أمريكي، مبلغ مغري بالنسبة له. فوافق في النهاية، لكن بشرط انه الكتاب يبقى عندي فترة معينة بعدين ارجعه له. فعلا التقينا ثاني يوم في الجامعة وجاني عمر جايب لي الكتاب، وكان كتاب غليظ واوراقه قديمة جدا ومن شكله واضح انه شكله مو طبيعي وما يبشر بالخير. هذاك الوقت ما همني شيء، اخذته منه وفرحت وحطيته في شنطتي، وبعدها رحت لشقتي، ولما وصلت بدأت اطلع على مقدمة الكتاب وفعلا شدني لان فيه رموز واشياء غريبة. فقلت في نفسي خليني اتركه لما الليل واجلس الجلسة هادية مع كاسة شاي. وجا الليل وطلعت الكتاب وبديت أقرأ فيه، ولقيت آيات قرآنية ولقيت أحاديث ولقيت كمان آيات محرفة ومكتوبة بشكل غريب، ولقيت آيات معكوسة مثل آية بسم الله مكررة 3 مرات، وأيضا حروف رموز معينة كأنها كتابة غير مفهومة. استمريت أقرأ لين وصلت إلى عنوان خطير جدا: كيف تدعو ملوك الجن. هنا العنوان شدني بقوة لأني أنا كنت أعشق العالم الغيبي وكان في داخلي فضول عطشان، فظنيت أن الموضوع لعبة وشيء بسيط، وبدأت أقرأ أكثر وأكثر وأكثر حتى وصلت الكلمة لازم أكررها 3 مرات، وبكل مرة أكررها لازم أرفع صوتي أكثر وأكثر، والكلمة كانت اخضع اخضع
اخضع. في تلك اللحظة انطفت كل أنوار البيت وتفاجأت برعب ما أقدر أوصفه. حسيت بقشعريرة قوية في جسمي وبديت أحس كأن في أحد معايا في الغرفة. ثم بدأت أسمع صوت تكسير في الصحون وخفت بشكل لا يوصف، ولكني حاولت إني أتماسك. مسكت جوالي وشغلت الكشاف وحاولت إني أشغل الأنوار لكن ما في أي فايدة. ورحت أفحص الغرف ولقيتها فعلا مكركبة. ثم دخلت المطبخ ولقيت الصحون والكاسات قاعد تتطاير وتتكسر قدامي. في هذيك اللحظة ما شفت قدامي إلا باب البيت وجريت أبغى أفتح الباب وحسيت بأنفاس حارة خلفي. التفت وإذا قدامي مخلوق مرعب طوله 2 متر ومليان شعر ولونه أسود ووجهه ما هو واضح أبدا. قعدت أناظر فيه وأنا مصدوم، وخلال ثواني صفعني بكف أقوى ما أعطاه ربي على وجهي وطحت على الأرض مغمى علي. تخيلوا طول الليل وأنا مغمى علي إلين جاء الصباح. أول ما صحيت خرجت برا البيت جري واتصلت على عمر وأنا مرعوب. قلت له تعال بسرعة الله يقلعك ويقلع كتابك هذا، تعال أنا تحت بيتي انتظرك. ولما جاء بديت أشرح له كل شيء صار معي، وحرفيا ما كان فاهم أي شيء من اللي قاعد أقوله أو ما كان مصدقه. أخذت يده وقلت له تعال أطلع البيت شوف كل شيء بنفسك. لكن العجيب إن البيت كان مرتب وما في أي شيء من اللي أنا وصفت له إياه. انصدمت وقلت كيف؟ أقسم بالله البارح كل شيء كان فوضى، كيف الصحون في مكانها وكيف البيت مرتب ونظيف، كيف ما في أي شيء من اللي أنا وصفته. حاولت أقنعه باللي صار لكن أقسم بالله ما اقتنع، قاعد يطالع فيا بنظرة المجنون وظن إني أبغى أخوف وبس، خصوصا إن هذه أجواء الرعب اللي إحنا نحبها ونحب نعيشها. لما شفته مو مقتنع قلت له خذ كتابك وخذ 50,000 اللي أعطيتك إياها، هذه ثمن حماقتي وثمن غبائي وفضولي اللي أنا حطني في هذا الشيء. فأخذ الكتاب وراح، وأنا لبست ثيابي وضبطت أموري ورحت للجامعة وحاولت أعيش يومي وأتناسى كل اللي صار معاي. وفي نهاية اليوم خلصت من الجامعة ورجعت البيت، ولما دخلت غرفتي لقيت الكتاب نفسه على سريري. هنا انصدمت وقلت كيف كذا؟ أنا أعطيت عمر الكتاب، كيف رجع هنا؟ اتصلت عليه مباشرة قلت له يا عمر أنا أعطيتك كتاب جدك صح؟ قال لي إيه أعطيتك إياه. قلت له بالله تأكد إذا هو عندك ولا لا. راح يفتش في صندوق جده وما لقاه، وقال لي أكيد في أحد من أهلي شاله وما لقيته. ليش في شيء؟ قلت له لا ما فيني شيء، بعدين أكلمه وقفلت الخط. قعدت أناظر في الكتاب وهنا فهمت إن الإشكالية أكبر بكثير من اللي أنا أتوقع، وإني دخلت مشكلة ماني قدها أبدا. تشجعت وأخذت الكتاب وحطيته جوا الدولاب وقفلت عليه الباب. رجعت قعدت على السرير وقعدت أفكر. طول الوقت أنا ماني مستوعب إيش صاير معايا، أنا في إيش وإيش اللي قاعد يصير معايا بالضبط. استمريت في التفكير هذا لين جاء الليل، لين جاني النوم وطفيت أنوار الغرفة وخليت نور خفيف شغال بسبب الخوف وحاولت أنام. ولكن وأنا مغمض عيوني قبل لا أدخل في النوم بديت أسمع أصوات في الغرفة، همهمات وأنفاس، كأن في أحد معايا في نفس الغرفة. يا جماعة الخير تعرفوا يوم تكون لحالكم في الظلام وتحسوا كأن في يد جاية راح تلمسكم أو في شيء قاعد يطالع فيكم في الظلام؟ هذا هو الشعور اللي أنا كنت أحسه. في أي لحظة حاسس إنه في شيء راح يصير لي. حاولت إني أقرأ قرآن وأتذكر الآيات اللي أنا حافظها، لكن من شدة الخوف حسيت كأن لساني مربوط. وبصراحة هذاك الوقت ما كنت محافظ على صلواتي وما كنت مع الله كما يجب، فحسيت بالندم وحسيت إني وحيد لدرجة غير طبيعية. مع الخوف المستمر اللي أنا فيه وتغميضة العين ومحاولات النوم قدرت إني أخذ غفوة. لكني صحيت وفتحت عيوني على ولد صغير قدامي قاعد يناديني يقول لي بابا بابا. قمت أناظر وإذا طفل مرعب واقف قدامي. انرعبت من المنظر وصرخت ورجعت للركنية وأنا طالع في الطفل، والطفل أعطاني ظهره وخرج برا الغرفة. وأنا قاعد في الركنية رفعت عيوني وإلا أشوف صورة أمي وأبوي قاعدين يبتسموا لي. هنا خلاص تأكدت إن الموضوع هذا أبدا مو طبيعي، وإني استدعيت جن في بيتي وتورطت معاهم. جلست مرعوب ومحتضن ركبتي من الساعة 12 إلين أذان الفجر. هو الشيء الوحيد اللي ريحني وطمن قلبي وأعطاني القوة إني أقوم أتوضأ. فتوضيت ولبست ملابسي عشان خلاص أبغى أخرج مرة واحدة أصلي في المسجد وأروح الجامعة. ورحت للمسجد وصليت صلاة الفجر وجلست فيه شوية قاعد أفكر إيش المشكلة هذه اللي أنا وقعت فيها. يا أخي أنا وقفت قراءة الكتاب، ليش ما يوقف كل شيء؟ إيش أسوي أنا دحين؟ أروح الجامعة وأنا تعبان وما نمت ولا ما أروح، ولا أتعوذ من الشيطان وأقرأ أذكاري وأرجع أنام؟ لأني كنت مرهق لدرجة غير طبيعية. في النهاية قلت لا والله مني أروح الجامعة بهذا الإرهاق. قرأت أذكاري وتعوذت من الشيطان ورجعت الشقة وأنا تعبان جدا وماني شايف شيء قدامي. وفعلا نمت نومة عميقة ما أذكر إني قد نمتها في حياتي، من الصباح إلين الساعة 10 الليل. استمريت في النوم هذه لين فجأة أسمع صوت أمي قاعدة تناديني في الصالة. أول ما سمعت صوتها راح عن ذهني سؤال مهم، كيف أمي موجودة هنا وكيف دخلت البيت أساسا؟ ولكن وقتها ما همني شيء بكثر ما فرحت بصوتها. خرجت من الغرفة جري للصالة وقاعد أناديها وينك يا أمي وينك؟ إلا أشوف امرأة مرعبة واقفة بنص المجلس، كانت قاعد تقول لي يا آدم بن زينب، يا آدم بن زينب.
أقسم بالله في هذيك اللحظة خفت خوف شديد ما قد خفت في حياتي. ناظرت يميني وما شفت قدامي إلا باب الشقة، طلعت جري وأنا مرعوب. وقتها ما في شيء يدور في ذهني إلا إني أروح الإمام المسجد، ما لي من بعد الله إلا هذا الإمام. ورحت له ودقيت بابه وشرحت له كل شيء صار معي، فطمني وقال لي يا أخي لا تخاف، كن مع الله سبحانه وتعالى، الله هو القوي وهم الضعفاء. سألني قال لي وين بيتك، قريب؟ قلت له إيه نعم قريب. قال لي يلا خلينا نروح البيت. دخلت بيتي وبدأ يقرأ القرآن حتى هديت واطمنت. ثم سألني وقال لي وين الكتاب؟ رحت مباشرة وطلعت له الكتاب من الدولاب وقال لي يلا جيبه. ورحنا لمكان خالي ما فيه أحد، وهناك حفر حفرة الكتاب ووضعوا فيها وبدأ يقرأ عليها القرآن وحرقوا وهو يكرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استمر يكررها إلين صار الكتاب رماد. بعدها قال لي خلاص توكل على الله وارجع بيتك ونام واقرأ أذكارك وما راح يصير لك أي شيء بإذن الله. اطمنت صراحة وهديت ورجعت للشقة ودخلت البيت وأنا مرتاح وكنت منهك، وقلت خليني أخذ لي غفوة شوي لين الصباح. لكن بمجرد ما غمضت عيني صحيت على ريحة حريق في البيت. استغربت وقمت أتبع الريحة وفتحت باب الغرفة وانكتمت من الدخان اللي في البيت. تقدمت شوي ولقيت الشقة كلها والعة فيها النار. خرجت للشارع وأنا مرعوب واستنجد للناس حريق حريق يا ناس الحقونا حريق. الجيران كلهم نزلوا معايا يا رب لك الحمد والشكر، وطلعنا للبيت عشان نطفي النار. وانصدمنا ما لقينا لا نار ولا حريق ولا أي أثر للدخان. الناس صاروا ساكتين ويناظروا فيا بنظرات هذا مريض ولا مجنون، ايش في هذا في شيء؟ قالوا لي يا أخي تعوذ من الشيطان وهدي. خوفتنا يا أخي وجمعتنا على الفاضي. سكت وقلت في نفسي خلاص انتهى الموضوع، اليوم أرجع عند أهلي وأترك صنعة وأترك الحياة فيها كلها. إيش هذا سلامات، صرت مجنون في عيون الناس. والله فعلا جمعت أغراضي كلها وزي ما أنا رحت عند أهلي في ولما وصلت أتفاجئوا أبوي وأمي من منظري ومن شكلي وأنا تعبان ومرهق جدا. كانوا يسألوني ايش فيك انت ما عندك جامعة ليش رجعت؟ ما كنت اقدر اتكلم لهم واشرح لهم ايش صاير معايا، اساسا بالقوة واقف على رجولي. قلت لهم معذروني خلاص بطلع انام، ودخلت غرفتي وقال ابوي لامي خلاص اتركيه خليه ينام ويرتاح وبكره نتكلم معاه. وفعلا دخلت الغرفة حطيت اغراضي وانسدحت على سريري ونمت. ثم حلمت وحسيت ان في 3 اشخاص دخلوا الغرفة وسحبوني نص الغرفة وضربوني ضرب مبرح لين ما صرت حاسس بنفسي واغمى علي. ويوم فتحت عيوني الا الاقي ابويا وامي واخواني قدامي. سألتهم ايش صار وقال لي ابويا لنا شهر واحنا ناخذك من شيخ لشيخ ومن قارئ القارئ، وانك كنت ملبوس من ملك من ملوك الجن، لكن الحمد لله رب العالمين الله شفاك وخرجت منك جميع هذه الارواح الشريرة. بعد ما سمعت الكلام هذا كنت في حالة صدمة او عدم استيعاب للواقع اللي انا فيه. شهر كامل راح من حياتي، والحقيقة اللي فهمتها بعد كل هذا الوقت ان الموضوع ما كان مغامرة ابدا ولا كان شيء ياخذ بخفة، كان مجرد تهور وحماقة وفضول غلط مني، وكلها دفعت ثمنها بشكل مؤلم جدا. والكتاب اللي وقع في يدي كان في الأصل من كتب المشعوذين اللي استخدموه لاستحضار ملوك الجن ومرضتهم، والساحر عشان يستفيد منه في سحره وشعوذته يدخل في الكفر والشرك بالله ويستخدم أشياء قذرة مثل قلب الآيات وعكسها وتدنيسها. هنا جاني الدرس اللي ما أنساه أبدا، مو كل فضول يستاهل التجربة، وبعض الأبواب إذا انفتحت ما ترحب صاحبها أبدا. وبعد كل اللي صار لآدم نقدر نفهم إن الفضول إذا ما كان معاه عقل وخوف من الله يمكن يودي الإنسان المكان ما يرجع منه بسهولة. ومو كل شيء غامض يستاهل التجربة، ومو كل باب ينفتح لك لازم تكمل تمشي فيه، وأحيانا من الحكمة أنك توقف بدري قبل لا تدفع ثمن التهور غالي. إلى هنا كانت نهاية مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بهذه القصة. إذا عجبكم المقطع اضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله.